السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة معانا أرنبية والدة، هنشوف طبعا الخلفة بتاعتها، ونشوف طبعا العدد قد إيه، ويا ترى إحنا ممكن نعمل تبني مع الأرنبة اللي هي كانت والدة امبارح، أو لو العدد أكتر بناخد واحد من هنا نودي هنا، أو بناخد من هنا نجيب هنا، بحيث ان كل ارنبه يبقى معاها عدد مناسب ان هي تقدر ترضعه وما يموتش منها حاجه، زي ما عودناكم في الفيديوهات القديمه اللي كنا بنعملها عن التبني. هنشوف طبعا الارنبه، بس قبل ما نبدا الفيديو هنسد كده بينها وبين الارانب. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. العش اهو زي ما قلنا لكم في الحلقه اللي فاتت، حاطين القش اهو بتاع الرز، والارنبه عامله عش كويس فيها هي، وطبعا نتفه شعر في العش، ووالدة طبعا اهيت. بسم الله ما شاء الله. هنشوف الخلفة مع بعض. هناخد شوية شعر زي ما قلنا كده، بنحطهم في العلبة، وبنبدأ ان احنا نعد اهو. بسم الله ما شاء الله. الارانب رضعة اهيت يا جماعة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ارانب اهم. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا قلنا يا جماعة فيديوهات قبل كده، هنعد برضه، هنشوف العش برضه مفيهوش حاجة، هم 9 هم. قلنا يا جماعة طبعا ازاي ان احنا بنوصل لاعداد الخلفة، الاعداد بتاعة الارانب انها تكون اعداد عالية، عن طريق طبعا ان احنا بنعتني بالام، والحاجات اللي قلناها في الفيديو بتاع ازاي تزود عدد الخلفة. بنعتني بالام بطريقة معينة، وبننجي الميعاد المناسب للتلقيح، او الوقت المناسب للتلقيح برضو قلناه في الفيديو برضو من اسبوع ولا حاجة. اللي عايز يرجع للفيديو بتاع الوقت المناسب للتلقيح، وبتاع ازاي تخلي الارنبه ان هي تجيب اعداد كبيره برضو. الفيديو موجود على القناه من الاسبوع اللي فات برضو والاسبوع اللي قبله. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بتلاقي الخلفه عندك انت ما انتش ملاحق. يعني الارنبه اللي انا مصورها امبارح هي كانت والده 8، قبلها واحده كانت والده 9، قبلها واحده والده 10، دي برضو والده بسم الله ما شاء الله 9 هي. طبعا يا جماعه الحجم برضو بتاع الارانب حجم كويس، والرضاعة بتاعتهم برضو كويسة. الأرانب راضعين كويس نتيجة إن الأم صحتها كويسة، مش نتيجة أي حاجة غير كده. لأن طبعا اللي يقول لك احجن إيه مش عارف إيه، ادي حط في المية إيه، ده كله طبعا كلام فاضي. الأم صحتها كويسة، هتبدأ إن هي تجيب أرنب كويس، وهتبدأ إن هي تلقح معاك على طول، وهتبدأ إن هي ترضع كويس وتشتغل كويس. الأم صحتها باظت يبقى خلاص كل سنة وأنت طيب، ما عادش إنتاج. هنحط طبعا الأرانب أهم مع بعض، ونغطي عليهم بالطريقة دي كده، وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو، واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.